امبارح الدكتور عماد البناني المعين رئيس تنفيذي لنادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة عمل مداخلة 24 دقيقة على قناة اون تايم سبورت مع ابراهيم فايق. ولو فاكر ان انت هتدخل تدور على المداخلة دي وفاكر ان انت هتستفاد فيها اي حاجة او منها اي معلومة تخص نادي الزمالك، فانت مش هتستفاد اي حاجة الا ان هو بيأكد بس على ان هو مش اهلاوي. لان اغلب القرارات والحاجات اللي هو طلع قالها في البرنامج، القرارات دي نزلت على البيج او الصفحة الرسمية لنادي الزمالك. بس انا ليا تعليق على حاجتين ثلاثه كده بس من الاسئله اللي اتسالت له والاجابات بتاعته. ابراهيم فايق اول سؤال ساله له قال له ان في حاله غضب شديده جدا ما بين جمهور واعضاء نادي الزمالك بسبب الحاجات اللي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا اللي تخص حضرتك وتخص انتمائك للنادي الاهلي. فالراجل رد بيقول ان الرد الطبيعي والمنطقي ان هو راجل بقاله شغال 37 سنه في المؤسسه اللي بتدير الرياضه في مصر، وعلشان يشتغل الفترة دي كلها فهو كان لازم يجنب انتمائه واهوائه الشخصية على جنب علشان يعرف يكمل في الموضوع ده. وبيقول ان الحاجات اللي ظهرت دي ظهرت لاغراض معينة، وبيقول ان ده يراد به باطل. فانا هنا استوقفني الكلمة دي، يعني ايه يراد به باطل؟ هي بتتقال حق يراد به باطل، فهل دي كانت زلة لسان كنت عايز تقول حق يريد به باطل وافتكرت ان انت لو قلت كده هتثبت السكرين شوتس وهتثبت الكلام المنتشر اللي بيتقال ان حضرتك اهلاوي وانت دلوقتي ماسك نادي الزمالك، وحاله الغضب هتزيد اكتر واكتر ما بين الاعضاء والجمهور؟ فانا مش عارف بصراحه الجمله ليه قطع منها حته وقالها ليه الكلام ده، انا فعلا مش عارف ومش فاهم ليه. فابراهيم فايق بعدها ساله سؤال مباشر وصريح، قال له هل ده ينفي البوستات اللي نزلت لحضرتك على السوشيال ميديا؟ فالراجل قال له لا، ان ده ان هو كان بينزل الحاجات دي من باب البروتوكول، ان ناس عملوا حاجه كويسه للنادي او لمصر فبيطلع ان هو يثني على الكلام ده. والحقيقه الكلام ده غلط جدا، لان البوستات اللي حضرتك كنت بتشاركها او اللي نزلت لك دي كانت دعم للقائمه بتاعت محمود الخطيب تقريبا قبل الانتخابات. وحتى لو كلام هفترض ان انا اللي غلط وحضرتك وكلام حضرتك هو اللي صح، فاحنا ما لقيناش بوست واحد تقريبا بتشكر فيه لنادي الزمالك، بل بالعكس ده انت اتريقت على موضوع الاتوبيس بتاع نادي الزمالك، شيرت صفحه او خبر بيقول انه نادي الزمالك مش اول نادي يعمل الموضوع ده، وكان في قبليه نادي وادي دجله. انا ومش بهاجمك او بعاتبك ان انت نزلت الكلام ده، انت حر على الاكونت بتاعك تنزل اللي انت عاوزه، ومش بقول لك ان لا وادي دجله ما كانش، لا مش فارق معايا برضو المعلومه دي خالص. اللي انا فارق معايا ان الكلام ده بيثبت كلامنا اللي احنا قلناه ان سيادتك يا فندم اهلاوي. وكمان حضرتك لما اتسالت على البوستات دي ما طلعتش حتى انكرت ان الكلام ده صح. ابراهيم فايق دخل له بعد كده بسؤال تاني، قال يعني هل حضرتك لا تنتمي للنادي الاهلي؟ فقال له او الدكتور عماد البناني قال له لو على العضويه انا مش عضو لا في نادي الزمالك ولا في النادي الاهلي، ولو على التشجيع انا مش منتمي للنادي الاهلي. وقال ال 12 ده كان مفتعل لغرض معين. الحقيقه الراجل ما قالش كان مفتعل لغرض مين او لهواء مين، مش فارق معايا خالص الكلام ده. المهم ان هو قال بعد كده حاجه مهمه جدا جدا جدا، قال ان هل الانتماء للنادي الاهلي ده وصمه؟ فابراهيم فايق راح قطع قال له لا، الانتماء للنادي الاهلي مش وصمه، بس حضرتك دلوقتي المدير التنفيذي او رئيس نادي الزمالك، فالناس غضبانه وزعلانه ان ازاي يبقى رئيس نادي الزمالك اهلاوي وبيعلن ده وطلع على قناه النادي الاهلي كتير والكلام ده كله. فلو حضرتك عايز تتبرأ ان الانتماء للنادي الاهلي مش وصمه، فالكلام ده حضرتك تقوله لنفسك مش لينا. احنا متاكدين مليون في الميه ان حضرتك بتحب وبتشجع النادي الاهلي، وحضرتك اللي طلعت تتبرأ من الكلام ده دلوقتي وبتقول هو هل الانتماء للكلام ده وصمه ولا لا. فاعتقد ان حضرتك محتاج تراجع نفسك، او كنت محتاج تراجع الكلام اللي هتقوله قبل ما تخش على الهوا، او كنت تسالهم ايه الاسئله اللي هتسال، علشان الكلام او الردود اللي حضرتك قلتها هي بتاكد فعلا الكلام اللي نزل وانتشر عليك. الفكره انا بالنسبه لي وبالنسبه لكتير جدا من الزملكاويه انا غير مقبول نهائي ان اي حد يكون اعلن ان هو بيشجع النادي الاهلي او هو فعلا منتمي للنادي الاهلي والناس عارفه ان هو منتمي للاهلي واهلاوي، غير مقبول تماما ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. احنا لما صدقنا خلصنا من المجلس السابق بكل عيوبه ومميزاته وقلنا خلاص بقى النادي هيبتدي يفوق ويشوف النور، ويعني نبتدي بقى نشتغل على نظافه ونشتغل بجد. لكن اتفاجئنا بالقرار الغريب ده اللي لغايه دلوقتي احنا مش فاهمينه ومش عارفين اصلا ليه. لو انت ليك كومنت او وزاره الشباب ليها كومنت على اللجنه المعينه اللي هي عينتها، ما عنديش مشكله مشي. انت شايف ان الراجل عمل مخالفات وعمل حاجات غلط مش حاجات الدور اللي هو المفروض يجي يقدمها، ما عنديش مشكله ان انت تمشيه.
بس ما تجيب لناش واحد بيعلن انتمائه للنادي الاهلي وتجيبه لنا رئيس علينا كناس زملكاويه. وفكره ان انت مش عايز تجيب حد منتمي لاي تيار، انا معاك في القصه دي، بس على الاقل جيب لنا واحد بيشجع نادي الزمالك. ولو انت كل الزملكاويه يعني تبع ده او ده او فلان او علان، هات لنا واحد حتى ما يكونش فعلا ليه انتماء بجد، ما يكونش بيشجع لا هنا ولا هنا. وفي ناس يعني هم مش كتير بس في ناس كده. لكن ما تجيبلناش واحد كان بيطلع في قناه النادي الاهلي وبيطلع يتكلم بيقول ان هو اهلاوي، وكمان طلع يتريق على نادي الزمالك، وتطلع تجيبه لنا كتحدي صارخ للجمهور والاعضاء الجمعيه العموميه ان انت مش يعني إن مش فارقين معاك الناس دي خالص. فاللي بيحصل ده استهوان بجماهير وباعضاء نادي الزمالك للاسف، وانا زعلان جدا وانا بقول الكلام ده. وللاسف ده كان بسبب، يعني انا عارف ان الناس ممكن تهاجمني كتير على اللي انا هقوله دلوقتي، تقول انت مالكش دعوه بالمجلس السابق، لكن ده بسبب او جزء كبير جدا منه كبير جدا بسبب المجلس السابق، اللي هو قدر ونجح ان هو يشق الصفوف بتاعت جمهور نادي الزمالك واعضائه. فده شيله بيتحملها المجلس السابق. ولكن انا اتمنى، يعني انا شفت اللواء احمد سليمان نزل وكان موجود في الوقفه ان هو بيعترض، ودي حاجه تحترم. كان نفسي كل الناس تطلع وتعمل الكلام ده كله، ونفسي بجد والله، وقلتها قبل كده وهقولها تاني وتالت ورابع، نفسي الناس تنسى شويه الكراسي وتشتغل لمصلحه نادي الزمالك فقط لا غير، ولو لمره واحده بالله عليكم يا جماعه. سلام.